ازيكم عاملين ايه؟ انا رنين. اللي يعرفني عارف ان انا ساكنه في حلوان. المهم عرفنا ان هيبقى في سيرك في حلوان، بس مش عارفه لمده قد ايه. هو بادئ من يوم 26/1، وعرفنا ان السيرك المسؤول عنه اشرف الحلو، يعني تبع الحلو والسيرك القومي وكده. يعني المهم قلنا نبقى نروح. بس تاني يوم فجأة كده قمنا يلا نروح السيرك من غير ما نجهز نفسنا، ولا اصلا خدنا قرار قبل كده ولا اي حاجة. وعرفنا ان السيرك هيبقى الساعة 7:30 ولمدة 3 ساعات. قلنا نروح عادي يعني نغير جو وكده. واسعار التذاكر كانت 50 و75 و100، وبيتعمل كل يوم الساعة 7:30 ما عدا الخميس والجمعة. في حفلتين، واحدة 5 وواحدة 8. العرض بيكون لمدة 3 ساعات. بس دخلنا واستنينا العرض، بس اليوم كان تلج جدا والمطرة مطرت علينا. واصلا يعني العرض كان المفروض يبدأ 7:30، بس مفيش حد، يعني الناس قليلة جدا. كنا احنا بس اللي حاضرين، ويعني 3 4 عيال كده وشوية اطفال صغيرين. الحفلة اتأخرت شوية، 8:15 او 8:وتلت كده. بدأت 8:وتلت. اعتقد ان هما كانوا فاكرين يعني ممكن حد يجي وكده، بس الصراحة الجو كان ساقع قوي. مش عارفة احنا ازاي نزلنا في اليوم ده. المهم ان اسعار التذاكر بتختلف. ان 100 قدام المسرح على طول، و75 بتكون قدام المسرح من قدام، وال50 على الجنبين. المهم يعني ان احلى تذاكر اللي هي ب50 و75. 100 دي بتكون قريبة من المسرح قوي، وما بتبقاش مش بحسها حلوة يعني. بس والعرض بدأ، والصراحة يعني انا ما كنتش يعني متوقعة انه هيبقى حلو، يعني مش مديه توقعات عالية. يعني احنا رحنا قبل كده اللي هو السيرك القومي اللي هو في العجوزة ده. كان الصراحة حلو قوي، فانا ما توقعتش ان هو هيبقى يعني زيه، عشان هو متنقل وكده. فما توقعتش ان هو هيبقى حلو يعني ويبهرني وكده. والعروض بدأت، والحقيقة كانت تحفة جدا. اتبسطنا قوي، ويعني كان احلى من التوقعات. يعني انا ما كنتش متوقعه انه يبقى حلو كده. اتبسطت جدا. كان في فقرات كتير بقى. يعني هو الفقرات مناسبه للكبار والصغيرين. يعني هتلاقوا فقرات انتوا ككبار يعني مش حاسين ان انتوا عاجباكوا قوي، مش متحمسين لها. بس هتلاقوا الاطفال يعني مبهورين بيها، زي فتره المهرج دي. كان بجد في اطفال، يعني بالذات الاطفال اللي هم الصغيرين، يعني مثلا 6 سنين واصغر شويه. دول بيبقوا ميتين على نفسهم من الضحك. وكان في فقرة كده ولد بيعمل اللي هي الاكروبات، او اللي هو بيفضل بيعمل حاجات في الجو وكده. دي كانت تحفة تحفة. كان يعني مبهر قوي، والولد يعني متمكن جدا وعنده ليونة. الصراحة كل الفقرات كانت جميلة. واحلى بقى فقرة بقى، انا ما كنتش متوقعة ان هيبقى فيه اسود بقى وكده. الصراحة دي عملوها في الاخر خالص. قفلوا بقى المسرح. هو احسن حاجة ان المسرح كان يعني مقفول مغلق من فوق وكده. لو ما كانش كده كنا هنتبهدل جدا في الشتاء والمطرة وكده. المهم في فقرة الاسود دي بقى قفلوا المسرح بحديد وكده، وحوطوه عشان قبل ما الاسود تخرج برضه، عشان سلامة الاطفال وكده، عشان يعني لو حصل اي حاجة يعني ما يبقاش يعني في خطر او كده. وكانت العروض حلوة قوي، والمدرب بتاعهم كان اشرف الحلو. انا عايزك ترفع ايدك تحيي كل الجمهور. ايدك فوق. يلا يا ولد. برضو كان في فقرة كده مع حسام. كان الكابتن او المدرب بتاعه يعني محمد الحلو. فضلوا يعملوا بقى عروض جميلة قوي وكده. هسيبكم بقى مع الحاجات اللي صورتها وكده. وللاسف زي ما قلت لكم ان احنا ما كناش مستعدين ان احنا نروح ولا اي حاجه. فانا اصلا موبايلي فصل في نص العرض، ما عرفتش اصور باقي الحاجات. فاستعنت ايه بموبايلات تانية، بس يعني جودتها ما كانتش احسن حاجه. بس يعني ايه عشان اصور لكم باقي العرض وبس. اي نعم كنا متلجين طول العرض. الجو كان يعني فظيع، كان بشع قوي. بس اتبسطنا قوي. وكمان ده فادنا ان العدد كان قليل، فكنا عادي اصلا ممكن في نص العرض تروح تقعد في اي مكان انت عايزه. ما كانش في حد كتير يعني. وعرفنا نصور براحتنا ونتحرك قدام ساعة عرض الأسد وكده. لو كان في ناس كتير ما كناش هنعرف نتحرك من أماكننا أو نقوم أو كده، عشان يعني يشوفوا براحتهم وكده. بس ده كان يعني حاجة كويسة ان العدد كان قليل. المكان بقى يعني فين؟ هو موجود في نادي شباب غرب. أي حد من حلوان عارف النادي ده، في الشارع الغربي.
تقدروا تحجزوا قبلها، او احنا اصلا رحنا يعني ودخلنا على طول، يعني عشان ممكن يكون عشان اليوم كان ساقع يعني فالعدد كان قليل. فانتوا الاحسن ان انتوا تروحوا تحجزوا قبلها. هحط لكم الارقام بتاعه الحجز وكده، روحوا هتتبسطوا قوي، ودوا ولادكم وكده. وكمان يعني دي حاجه كويسه ان هي هتبقى يعني مكانه قريب ليكوا وكده، لو الناس يعني بعيدة عليها السيرك القومي وكده، فهو ده فرصة كويسة ليكوا. وبس، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وتقولوا لي تحبوا نتكلم عن ايه تاني. باي باي. عاقبها يا كابتن. لازم تتعاقبي يا راجل عشان ضربتي الحصان. ما يحصلش تاني. تحكموا عليا ها؟ تشجيع